هل كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما شرع في هذا الدين من لدن الشارع الحكيم هو في هذه المذاهب؟ وأي المذاهب أفضل؟ لا يمكن أن يشذ شيء عن أصول هذه المذاهب مما ينسب إلى الشرع أبدا أبدا. فجميع ما ينسب إلى هذا الدين قد قررته قواعد هذا المذهب وأصول هذا المذهب وكليات هذا المذهب، ولا يمكن أبدا أن تجد شيئا من المستجدات إلا وتدخل تحت واحدة من هذه المذاهب باعتبار إيش؟ باعتبار أصولها وكلياتها وقواعدها، وإن كانت قد لا تدخل تحت جزئياتها وفروعها. نعم. فإنهم ذكروا من الجزئيات والفروع ما كان في زمانهم، لكن في زماننا استجدت الفروع، لكن لا يمكن أن تكون تلك الفروع المستجدة إلا وتدخل تحت واحدة من هذه القواعد المذهبية. نعم. أو الكليات المذهبية أو الأصول المذهبية، وهذا على حسب الاستقراء ولله نعم. الحمد. فالمذاهب الأربعة فيها خير كثير تأصيلا وتفصيلا. طيب السؤال الثاني سريعا يا شيخ، أي المذاهب أفضل؟ طيب إذا ما أردنا التمذهب أفضل توقعنا في مشاكل. عندنا قاعدة أولا لا بد أن نفهمها، وهي أن الأفضلية العرضية مقدمة على الأفضلية الذاتية الأصلية، فلا يمكن أبدا أن نجعل مذهبا من هذه المذاهب هو الأفضل مطلقا في كلياته وفي جزئياته وفي تشريعاته وفي أحكامه الأفضلية المطلقة، لا. ولكن قد نقول بأن المذهب الإمام أحمد أفضل باعتبار كذا، ومذهب الإمام الشافعي أفضل باعتبار كذا، ومذهب الإمام مالك أفضل باعتبار كذا، ومذهب الإمام أبي حنيفة أفضل باعتبار كذا. فإذا الأفضلية بين هذه المذاهب إنما هي الأفضلية العرضية لا الأفضلية الذاتية الأصلية، وهذا هو الذي أدين الله عز وجل به. فإن قلت أنا طالب علم أي مذهب أختار؟ أي مذهب أختار؟ أقول هناك أفضلية عرضية تخصك أنت، وهي أنك تختار مذهب بلدك الذي نشأ عليه علماؤك وفقهاؤك، والذين قد يعني تستطيع أن تدرس على بلد عليهم، لأنك مثلا قد تكون في بلد علماؤه أحناف ثم تختار المذهب الحنبلي، فأين تجد لك حنبليا يشرح لك المذهب؟ فحينئذ أدل كل طالب علم في بلد أن يدرس على مذهب إمامه، لا لأنه الأفضل مطلقا، ولكن لأنه الأفضل لهذه الصفة التي عرضت، وهي أنه مذهب بلده ويجد فيه من العلماء من يستطيع الدراسة على أيديهم. ثم إذا صلب عوده في العلم ينظر بين المذاهب ويقارن وينتقل انتقال دراسة ونظر.